السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم هانيه؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. عواشركم مبروكه، رمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والسلامه وطول العمر ان شاء الله يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم وصفه اللي هي اساسيه وضروريه في شهر رمضان او لا قبل، يعني باش نوجدوا المعسلات ديالنا للشهر الفضيل ان شاء الله. العسل اللي غادي نشارك معكم اليوم عسل بدون طنجرة الضغط، وكذلك غادي نشارك معكم واحد السر اللي يعني كيعطي واحد التعليكة للعسل ديالنا وكيخليه يلصق لصقة وحدة على المعسلات ديالنا. تبعوا الفيديو حتى للنهاية. وقبل ما نبدا الفيديو حبيباتي ما تنساوش لايك الفيديو والاشتراك في القناة الا كنتوا اول مرة كتابعوا قناة وصفات وجيلة على اليوتيوب. اول حاجه غادي نديرها اخواتي، عندي هنا في هاد الطنجره 4 كيلو ديال السكر سنيده، غادي نضيف ليها 2 لتر ديال الماء. ممكن انكم تستعملوا القالب ديال السكر، انا هنا استعملت سنيده لان ماشي الكل كيتوفر ليه السكر ديال القالب، داكشي علاش استعملت معاكم سنيده. هنا كما كتشوفوا دخلت هذيك 2 لتر ديال الماء مع السكر بشويه بشويه، وغادي نضيف حامضة وحدة، غادي نقطعها شرائح، وغادي نقطع كذلك ليمونة وحدة. بالنسبة للمقادير ديال العسل باش يجيكم ناجح وزوين، يعني ضروري فيه هو السكر والماء والحامض، هادو هما الاساسيات. اما بالنسبه للبرتقال او لا يعني كيكونوا نسمات، ممكن يعني نسمو بالبرتقال، نسمو بالقرفه، نسمو بالبديان، القرنفل. البديان هي نجمه الارض، يعني ممكن تنسمو باللي بغيتو، كاين اللي كيضيف حتى ماء الزهر في الاخير. انا كنكتفي يعني غير بالحامض والبرتقال، كيجي واحد العسل رائع جدا البنات. الا جربتوه اكيد ما غاديش توليو تستغناو عليه. كما شفتوا مباشره خديت يعني ديك الطنجره وشعلت العافيه. في الاول كنعطي الطنجره عافيه مجهده، وانا كنحرك يعني ما كنوقفش بالتحريك حتى كنحس هذاك السكر ولا داب لي. كما كتشوفوا كناخذ بالمعلقه صافي السكر كنحس به داب، كنقص على العافيه وكنخليها مهيله، وكندير الغطايه ديال الطنجره وكنخليها طيب. هنايا البنات من بعد ما دازت ساعه على الطنجره ديالي، كما كتشوفوا العسل اللون ديالو باهت، وداك البرتقال اولا الحامض اللي درنا فيه مازال ما تعسلش مزيان. شوفوا البنات اللون ديالو باهت. الحامض كنديروه باش كيحافظ لينا على العسل ديالنا، وكذلك هو باش كنعرفوا ان العسل ديالنا واش طاب ولا مازال. شوفوا هنايا البنات زدت له ساعه واحده اخرى ديال الطياب، عاد حليت عليه. كما كتشوفوا البنات هنا اللون ديال الشرائح ديال الحامض ولا يعني ولا اللون ديالهم غامق، باش نعرفوا عاوتاني العسل ديالنا واش برك عليه من الطياب، يعني واش راه ثقيل ولا لا. كنكون دايره واحد الزلافه في المجمد اولا التبصيل، كنكون درتو قبل ما نبدا العسل. اين فوا كيوصل هاد المرحله، يعني كما قلت لكم كيولي داك الليمون كراميليزي، عاد كنديرو في ديك الزلافه اللي كتكون بارده. ديك الساعه كيجيني العسل، يعني كنشوف القوام ديالو. والسر ديال العسل باش يجيكم معلك ويلصق لكم على المعسلات ديالكم لصقه وحده، فهي 2 معالق ديال الجليكوز. الجليكوز كيتباع عند بائعي مستلزمات الحلويات. البواطه الصغيره ديالو راه كدير 10 دراهم، انا عندي هاد البواطه الكبيره اللي فيها 5 كيلو. كما كتشوفوا منين كنحس بالعسل ديالي طاب كما شفتوا معايا، وريت لكم باللي ضروري خص الليمون يجي هكا يعني كراميليزي، كيولي يعني مكرمل. وجربته يعني كما قلت لكم في ديك الزلافه بارده، وليت يعني شفت باللي العسل صافي راه ثقيل. ديك الساعه عاد كنزيد 2 معالق ديال الجليكوز، وكنطفي على العافيه، وكناخذ هاد الشرائح ديال البرتقال والحامض. كما كتشوفوا معايا هذا هو اللون ديالهم، هنا كتعرفوا ان العسل ديالكم طاب. صافي كنغطي على العسل ديالي وكنخليه يبات ليله كامله. كما كتشوفوا هنايا الغد ليه هذا هو العسل كيجي ثقيل ما شاء الله. شوفوا تبارك الرحمن، تبارك الله ما شاء الله، الصلاه على النبي. كيجيو
يعني كيجي هاد العسل رائع جدًا، وفي المذاق ديالو اش غادي نقول لكم البنات، ما بين الحامض والبرتقال لذة لا تقاوم. شوفوا البنات، شوفوا كيفاش كيجي ثقيل وشاد راسو. بالنسبة للأخوات إلا صبح عندكم العسل جاكم مازال جاري، يعني الغد ليه ومازال بارد، غادي تشعلوا عليه العافية وتخليوه منين غادي يبدا يغلي تحسبوا له 10 ديال الدقائق، من بعد غادي تطفيو عليه غادي يتقال ليكم. بالنسبه الى جاكم عاوتاني ثقيل اكثر من القياس، العسل ديالكم جاكم ثقيل، غادي تاخدوا واحد، طيبوا واحد الكاس ديال الماء، طيبوه يعني يكون غليان بحال اللي كنعمروا اتاي، وداك العسل كتسخنوه وكتخويو فيه داك الكاس ديال الماء يكون مغلي مزيان، كتطفيو على العسل ديالكم اون فوا يعني طلع فيه الغليه داك العسل وداك الماء اللي ضفتوا ليه العسل ديالكم، صافي كتطفيو على العسل وكتخليوه يبرد كيخفاف القوام ديالو. المهم انا عطيتكم جميع الحلول للعسل ديالكم. الا عندكم شي تساؤل خليوها لي لتحت في التعليق غادي نجاوبكم، اولا دوزو عندي الانستغرام ديالي هي نفس الاسم، اسمها وصفات وجيله، كنجاوب كاع اللي كيدخل عندي. مرحبا بكم. وإلا طبقتوا الوصفه كنتمنى انكم تصيفطوا لي التطبيقات ديالكم على الحساب ديالي في الانستغرام، غادي نخلي لكم الرابط ديالو هنا في صندوق الوصف. كنتمنى دوزوا عندي تما البنات وتشرفوني بحضوركم في الانستغرام ديالي. شكرا لكم على متابعة الفيديو حتى للنهاية، وكنتمنى الا ما درتوش لايك في الاول حبيباتي ديروا لايك الا عجبكم الفيديو، الا ما عجبكمش ما كاينش مشكل ديروا الديزلايك حتى هي مقبولة منكم حبيباتي. مع السلامة الى فيديو قادم ان شاء الله، وصفة جديدة باذن الله. مع السلامة.